ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. انا عبير ودي قناتي قناة اشهى الاكلات. ويلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه النهاردة وايه الجمال ده. ايه يا عبير الحلاوة دي؟ هنعمل النهاردة كب كيك. انا عاملة معاكم الكب كيك قبل كده على القناة، بس ده الكب كيك ده بالفانيليا. كنت انا عاملاه بالشوكولاتة، ما انت عاملة يا عبير بالشوكولاتة اهوت. ايوه، العيال طلبوا قالوا لي يا ماما عايزين ناكل بشوكولاته، قلت مش هزعلهم. قلت اعمل لهم جنبه كده، اخد حته كده على جنب واحط لهم عليها الشوكولاته، ويبقى رضيت الطرفين كده. هي ده برام كده كان بعد ما خلصت العلب الكب كيك كلها السجون، ففضل حبه كده هرميهم. طبعا لا، جبت ايه؟ الجيش قالك اتصرف، حطيتهم في البرام زي ما انتم شايفين كده. يلا بقى نخش ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ايه ده يا عبير؟ ده كيس كيك شيف هتحطيه كله. والدقيق، الدقيق هتعملي 2 كوب دقيق بمعدل 250 جرام، وكوباية نشا بمعدل 130 جرام. ركزوا في المقادير علشان ايه؟ يبقى كل حاجة واضحة. انت عندك البيض صغير هتحطي 5 بيضات، عندك كبير زي عندي كده هتحطي 4 بيضات. كده تمام. السكر حطيت 1.5 كوب سكر بمعدل 300 جرام. هكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. وطبعا طالما في بيض هيبقى في ايه؟ فانيليا. هنحط ربع معلقة فانيليا، ما نكترش عشان ما تمررش. طبعا وحطيت ملح مع الدقيق زي ما انتوا كنتوا شايفين في الاول كده، ربع كوباية ملح، ربع معلقة ملح. وكده كوباية زيت بمعدل 200 جرام زيت. كده تمام. وطبعا احنا حطينا البيكنج باودر في الدقيق، وحطينا كل حاجة في الدقيق، الملح. كده ايه؟ تمام. هنحط الدقيق بقى تدريجيا واحدة واحدة. طبعا حطينا اللبن حطيت اللبن قاطع مع معلقة خل، هيخليه قاطع اكتر. حطيتي قد ايه يا عبير لبن؟ حطيت كوب لبن، اللهم صل على النبي، بمعدل 200 جرام. كوباية لبن بمعدل 200 جرام، بس هو كان قاطع. هكتب لكم طبعا المقادير والحاجة كلها في صندوق الوصف. ولو في حاجة نسيتها اكيد هتلاقوها في صندوق الوصف. كده طبعا انا خلصت المقدار اهوت وخلصته، وجبت الصاج معايا بتاع الكب كيك وحطيت فيه الكب كيك بتاعه الورق، وصبيته زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتهبديها كده هبدتين على الترابيزه علشان ايه؟ كله يبقى سوا واحد. انتي مش بتملي الكب كتير، يعني بتخلي بيبقى 3/4 كده عشان يطلع لك بومبي كده حلو. ده اللي كان فاضل، قلت طبعا هستغله واعمله في البرامج الجميل الزغنطوط ده، وطلع جميل جدا. طبعا هسيبه كده؟ طبعا لا، مش هسيبه. جبت الشوكولاته وقمت حطله ايه؟ شوكولاته في الوسط كده علشان برضو يديله يبقى جميل كده، وايه مديله طعم. انتي طبعا الوصفة معاكي، وانتي فنني زي ما انت عاوزة. صدقوني العيال فرحوا بيه جدا. ده كان صاج صغنون كده اللي هو 6 قوارب، وده كان اللي هو 9 او 12 مش عارفة. كده معاك اهوت. بصوا طلع جميل جدا. انت بتدخليه على درجة حرارة 170 هادية جدا على الوسط يعني، وبعد كده بتهديه برضو يعني. حاولي ان انت ما تعليليهوش النار خالص، يعني انت تبقي مهدياله النار. وطبعا انت بتحطي الصاج اللي هو بتاع الكب كيك ده على صينية او على صاج تاني علشان ما يتلهفش، وبتسيبيه لمدة 30 دقيقة أو أزيد على حسب الفرن بتاعك. هو خد عندي 35 دقيقة. كده خلاص جهز معانا.
وده البرام اهوت، شوفوا بس كان سخن جدا. بقول لكم انا اتلسعت. بصوا طالع جميل جدا ونافخ معاكم ازاي، بصوا جميل جدا. قد ايه الوصفة ناجحة، وجربوها بالمقادير دي هتطلع معاكم ناجحة. و يا رب كل حاجة اكون بعملها بتعجبكم، صدقيني هتعجبكم جدا. ومقادير سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش اي تعب ولا اي حاجة، كله في قلب الخلاط وانتي واقفة بتعملي احلى كيك لاولادك. طبعا انتي لو عايزة تعملي الكب كيك ده في قوارب طبعا هيبقى حلو برضو، بس احنا بنحب نفرحهم وبيحبوا الحاجات المختلفة كده اهوت. يعني زي ما انتم شايفين في الطبق الواحد الفانيليا والشوكولاتة، وده بقى ميكس كده ما بين فانيليا وشوكولاتة بس كان خطير. عايزاكم تحطوا له لايكات كتير وتدعموني باللايكات يا جماعة، وبقول لكم ميرسي جدا جدا كل احبابي وكل اصحابي، وبقول لكم يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال، وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا يا رب، وكل الدنيا كلها طيبة يا رب. كده اهوت بصوا، يعني انا بوريكم البرام وبوريكم الايه الكب كيك اللي هو الصغنون، جميل جدا بجد، كان حلو قوي. قد ايه مستوي من جوه، طبعا انا ولا عملت له اختبار ولا عملت له اي حاجه خالص، وفتحت عليه. هي اول فتحه هي كانت يعني ايه الفتحه اللي انا طلعته فيها، لان انا عارفه مستوى السوا بتاع الحاجات دي بيبقى قد ايه، ولما بتشمي ريحه الحاجه دي طلعت تعرفي ان هي استويت. بس طبعا اللي هو لسه اول سنه اولى يعني مطبخ اكيد لازم يختبرها، علشان برضو ممكن تكون في عيب عنده في البوتاجاز ما يكونش سواها كويس وتطلع معاه مش كويسة او مش مستوية. فلو عنده خلة او عنده اي حاجة يجربها بيها. كده هي بصوا قد ايه جميلة، شوفوا على يعني انتوا زي ما انتوا شايفين واضحة في الصورة ان هي لسه سخنة والبخار بتاعها لسه طالع. صدقوني دي لما هديت وبردت خالص كانت قد ايه جميلة وكانت قد ايه حلوة. بس انا بوريها لكم عشان طبعا التصوير، وعايزة اخلص الوصفة بتاعتي واقول لكم هي دي كانت وصفتي. ويا رب تكون كل حاجة بتعجبكم، وعايزاكم تدعوا له دعوة حلوة من قلبكم، وبقول لكم مع الف سلامة وتمتعوا بقى بالجمال ده. بقول لكم باي باي، لايكات كتير، مع السلامة، باي باي.